الأغرب بقى إنه يقول لهم هنعمل لكم فيدرالية، وعملوا لهم حاجة اسمها دستور فيدرالي، وقالوا كمان هنعمل أقاليم قسموا البلد. كل الهدف إن كل إقليم يصبح دويلات فسيفساء مثل جيبوتي هذه التي لا نكاد نراها. فتكون النتيجة هذا بالضبط ما جرى قبل سقوط الأندلس. الأندلس تحول إلى 21 دويلة، والنتيجة الأسبان ابتلعوها كلها. فأنتم يا صوماليين لما تقسموا البلد بهذا الشكل، إثيوبيا ستقوم باحتلالكم، وكينيا ستقوم باحتلالكم، والصومال بيتقزم. فمسألة جد خطيرة. والسؤال هنا من هي؟ ما أنا عاوز أعرف القنوات الفضائية الموجهة للشعب الصومالي، محطات الراديو الموجهة للشعب الصومالي، صفحات الفيسبوك الموجهة للشعب الصومالي، من يمولها؟ أجهزة المخابرات داخلة في الموضوع ولا مش داخلة في الموضوع؟ يقيني في ضوء تجاربنا اللي جرت في السودان وفي مصر وفي اليمن ان أجهزة مخابرات دول الخليج داخلة في الموضوع. وبعدين هما بيتكلموا عن مجلس انتقالي في الصومال والإمارات. انظروا ماذا فعلت الإمارات في اليمن. ده موضوع جد خطير. طبعا لما وجدت الإعلام الإماراتي بيشتم في حكومة فرماجو إلى آخره، ممكن تكون حكومة فرماجو سيئة، الله أعلم، لكن واضح أن الإمارات عندها خيار أسوأ بكثير. يعني بالضبط كده زي رب هادي منصور رئيس اليمن، ده هو رجل سيء، بس الإمارات عاوزة ما هو أسوأ. فانظروا كيف تحول الشعب اليمني إلى مجاعة. الأوضاع في الصومال صعبة، لكن كثير ما يقال عن الصومال والصوماليين في الإعلام خطأ. في مصريين كثر بعد الانقلاب العسكري هاجروا إلى العديد من البلاد ومنها الصومال. لما تقرؤون ما يكتبون على الفيسبوك عن أدب الشعب الصومالي، تحضر الشعب. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها مخطط مخابرات الإمارات لإشعال الصراع في الصومال من جديد. الصومال لها ظروف صعبة سنتناولها في السياق الحديث، لكن لها رئيس الآن اسمه فرماجو. هذا الرئيس انتهت مدته الدستورية، فإذا بأحزاب المعارضة تخرج ببيان تستطيع أن تقول كده إنه مكتوب في إسرائيل، وهو فعلا كتب واحد إسرائيلي اللي هو عزمي أنطون بشارة. فهتقول لي والله المفروض إن عزمي أنطون بشارة ضد الإمارات، هذا ظاهريا، لكن كلاهما ينفذان مخطط واحد. فيقول البيان كما سنعرض عليكم: لا نعترف بفرماجو رئيسا للبلاد، ويجب تشكيل مجلس انتقالي كما جرى في ليبيا وجاء حفتر وكل هذا الصراع، وكما يحدث في الصراع في السودان، وكما يحدث في الصراع في اليمن. فهم يقولون لم يعد للصومال رئيس وأصبح في فراغ في الحكومة، وبعدين تعالوا بقى نشعل الحرب أهلية من جديد. تعالوا نشاهد هذا المخطط ومصير القاعدة العسكرية التركية في الصومال، ونشرح ماذا يقول الإسلام في هذه الجزئية، لأن الشعب الصومالي أكثر شعب عربي متمسك بالإسلام، ومن أكثر الشعوب العربية التي تحفظ القرآن الكريم. فنحن سنعرض ماذا يقول الإسلام في هذه الجزئية. تعالوا نبدأ. أولا هنا من صحيفة الشرق الأوسط التابعة للسعودية تحت عنوان: المعارضة الصومالية ترفض الاعتراف برئاسة فرماجو. هذا هو فرماجو الرئيس الصومالي الحالي، جيد أم سيء الله أعلم. هنا في قناة الجزيرة: المعارضة الصومالية لم نعد نعترف بفرماجو رئيسا للبلاد. في تفاصيل الخبر قادة المعارضة أصدروا بيانا قالوا إنهم لن يعترفوا بفرماجو رئيسا ولن يقبلوا تمديد الولاية الخاصة به. وفشلت حكومة فرماجو في مقديشيو وزعماء ولايات الصومال الفيدرالية الخمس. ركز كده في عبارة ولايات الصومال الفيدرالية الخمس، هنعود لها لأن ده مخطط يجري لاختفاء الصومال، الشعب الصومالي سيباد. المهم الجماعة دول قالوا إيه؟ دعا تحالف المرشحين إلى تشكيل مجلس وطني انتقالي. ركز كده في كلمة مجلس وطني انتقالي، الذي أدى إلى حرب في ليبيا وإلى حرب في السودان. وبعدين بيتكلموا هنعمل إيه المجلس الانتقالي هذا. هم كلام يعني كله تكرار. هنا في وكالة الأناضول: الصومال فرماجو يدعو رؤساء الأقاليم. نركز في كلمة رؤساء الأقاليم، هنرجع لها تاني. يدعو رؤساء الأقاليم لمفاوضات يوم 15 فبراير، وهنا برضه عبارة اسمها الأقاليم الفيدرالية. المهم خلال بحثي على جوجل
وجدت ادي صحيفة العين الاماراتية، 4 سنوات بحكم الصومال، الحصاد الاسود لفرماجو، يعني المخابرات الاماراتية ضده جدا. ايضا هنا موقع العين الاماراتية، وهم التمديد، فرماجو ينتهك الدستور ويتمسك بالسلطة. تعالوا كده بقى ايه، انا لا اعرف فرماجو ولا قابلت فرماجو ولا شفت فرماجو، هو جيد ام سيء، وهنا انا اتحدث كقواعد عامة تخصنا كمسلمين، ولو كنا مسيحيين ولو كنا هندوسيين ولو اي حاجة. دي قواعد عامة في حكم كل دول العالم، اسمها الصومال، مصر، تركيا، المغرب، السودان، السعودية، امريكا، فرنسا. وهذه القواعد وضعها الاسلام، وحدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه القواعد هي انه لا يجوز ان تبقى الدولة بلا رئيس ولا ساعة واحدة، ولا ساعة واحدة. فليوجد شيء اسمه الصومال لم يعد لها رئيس، هذه يعني الحرب الأهلية فورا. والدليل على ذلك في التاريخ الإسلامي، لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل المسلمون؟ هل دفنوه؟ لا. هل تقبلوا العزاء فيه؟ لا. أول شيء فعله المسلمون هو اختيار خليفة جديد، اللي هو سيدنا أبو بكر الصديق. فسيدنا أبو بكر الصديق أصبح خليفة للمسلمين والحاكم قبل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاختيار خليفة أو حاكم للمسلمين أو رئيس للدولة قبل دفن مسألة أهم من دفن الرسول صلى الله عليه وسلم. ده في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عقب وفاته. وطرح نفس المسألة التي تطرح الآن، إن احنا نعمل مجلس انتقالي، نجيب مجموعة من الزعماء ونعمل مجلس ائتلافي أو انتقالي أو خليط. وهذه فكرة إسرائيلية قامت إسرائيل بترويجها من خلال شخص اسمه عزمي أنطون بشارة، القيادي في الحزب الشيوعي الإسرائيلي. وهذا الشخص بيمتلك مجموعة من القنوات الفضائية التي تدعو للثورات وتدعي الحرية إلى آخره، ومنها قنوات معارضة للسيسي. وهو الذي أدى إلى إسقاط الرئيس مرسي في مصر لما دعا إلى حكومات ائتلافية وكذا. ونحن في مصر في عهد الرئيس مرسي أخذنا بهذا. حكومة الرئيس مرسي كان مجموعة من الإخوان المسلمين، مجموعة من العلمانيين، مجموعة من أنصار مبارك، مجموعة من اليساريين، مجموعة من الشيوعيين. حكومة الرئيس مرسي كانت خليطا، ائتلاف وطني. دي فكرة مين؟ عزمي أنطون بشارة. وأدى ذلك إلى استشراء الفساد في البلد، انهيار الحكم، وحدث الانقلاب العسكري الذي جرى وقاده السيسي. هذه الظروف التي سبقت ذلك. فكرة الحكومة الائتلافية أو المجلس الانتقالي أيضا طرحت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما نعلم أنه لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار، سكان المدينة المنورة عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان فيها حزبان، حزب المهاجرين اللي هم القادمين من مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة 500 كيلو شمال مكة. انظروا هنا مكة اللي منها المهاجرين انتقلوا إلى المدينة المنورة، المسافة تقريبا 450 كيلو متر. فأصبح في المدينة المنورة من الناحية العملية حزبان، حزب المهاجرين وحزب الأنصار. فلما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار أو حزب الأنصار كي يختاروا خليفة. سيدنا أبو بكر الصديق عرف فذهب فورا مسرعا ومعه عمر بن الخطاب يأتركوا دفن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما اجتمعوا بالأنصار دار بينهم نقاش، فكان مما قالوا حزب الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير، يعني المهاجرين منهم يكون رئيس والتاني رئيس مشارك. فسيدنا أبو بكر الصديق اعترض على ذلك وقال بل منا الأمراء ومنكم الوزراء. يوجد شيء اسمه تشارك في الحكم، والعرب تقول الحكم عقيم أو الملك عقيم، يعني لا يلج، يعني ممكن الأب يقتل ابنه من أجله. وأي دولة بيحدث فيها أن يحكمها رئيسين بينشب منها حرب بتكون ضعيفة. وإذا نظرتم إلى أي دولة في العالم هتجدوا بتأخذ بالنظام الرئاسي. أمريكا تأخذ بالنظام الرئاسي، الصين بتأخذ بالنظام الرئاسي، روسيا تأخذ بالنظام الرئاسي، بريطانيا بتأخذ بالنظام الرئاسي. الملكة لها سلطة تعيين الحكومة وعزلها، حل البرلمان، الدعوة للانتخابات، قيادة الجيش، إلغاء القوانين، إلغاء أحكام القضاء.
على فكرة أكبر حاكم في العالم له سلطات هو ملك بريطانيا. اكتب على اليوتيوب صبر مشهور سلطات ملك بريطانيا. أنا عرضت سلطاتها من واقع الدليل الحكومي البريطاني اللي على موقع البرلمان البريطاني، وستجدون ذلك على موقع البرلمان البريطاني. المهم، فسيدنا أبو بكر الصديق رفض هذه الجزئية منذ اللحظة الأولى، وما فيش حاجة اسمها منا أمير ومنكم أمير اللي هو بيتكرر هذا. لما سيدنا أبو بكر الصديق بعد ذلك لما ولي الحكم وحضرته الوفاة ماذا فعل؟ لم يترك المسلمين بدون رئيس للدولة، فقال وصب مين؟ بعمر بن الخطاب. ما قالش خلاص نجيب حكومة ائتلافية. ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في فراش الموت اختار 6 وقال لهم لما اموت ال6 دول يجتمعون في الدار ولا يخرجوا منها 3 أيام حتى يتفقوا على أمير. يعني المسألة ما فيش مجلس انتقالي ولا كده، لا، ممنوع يخرجوا، تقفوا بالسيوف، ممنوع يخرجوا، لابد اتفاق على أمير. الأمر يشبه حضرتك كده سيارة بلا سائق، سيارة مسرعة ب100 كيلو بلا سائق، تعمل ايه؟ هتقتل، تعمل كارثة. تخيلوا كده قطار ولا طائرة بدون سائق، تحصل ايه؟ كارثة. فكيف دولة لا تعيش دقيقة واحدة بدون رئيس؟ لابد يكون في رئيس. احنا بنشاهد في امريكا فيه الرئيس وبينتخبوا مع الرئيس نائب الرئيس، اذا مات الرئيس النائب على طول يتولى الحكم. وفي كل دول العالم كل دستورة تقول لك اذا الرئيس مات، اذا حدث كذا ماذا يحدث. مفيش حاجة اسمها احنا الصومال الان بلا رئيس ولا نعترف برئيس للصومال، دي قواعد عامة يعني. طيب، جرى انه في عهد سيدنا عثمان بن عفان لما قتل المنافقون اقتحموا الدار وقتلوه ولم يوصل لاحد من بعده، ماذا حدث؟ ودول بقى الايه؟ الصحابه يعني اللي هم مش الصوماليين ولا هم العرب الموجودين حاليا. فاقتتلوا علي بن ابي طالب مع معاويه بن ابي سفيان والزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله والسيده عائشه. يعني كانت كارثه كبيره، فلا احنا الصحابه ولا شيء من هذا القبيل. فان يكون لا يجري تعيين حاكم فور انتهاء الحاكم السابق كارثه كبيره. فإما يا جماعة إما فرماجه يكمل لحد ما تنتخبوا أو تنتخب واحد، إنما إنه يوجد مفيش رئيس لا. أيضا لما ننظر في التاريخ الإسلامي في تاريخ الدولة الأموية كيف ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخلافة في الدولة الأموية. الذي جرى إنه الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك لما حضرته الوفاة كان فيه عالم اسمه رجاء بن حيوة، فرجاء بن حيوة قال له، نصحه، قال له عين من؟ عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز لم يكن هو في شجرة الوراثة، مش عايز أدخل في موضوع من يرث يعني، لكن هو ليس في شجرة الوراثة. فماذا فعلوا؟ كتبوا الوصية بتاعته وأحضر أمراء بني أمية البيت